ازيكم عاملين ايه؟ مرض العصر، ارتفاع هرمون الكورتيزول عند معظم الناس. طيب ده اعراضه بتكون عبارة عن ايه؟ ان احنا بنمشي على دايت ونلاقي انه عندنا مشاكل كتير قوي، ان دهون البطن او الارداف او الدهون اللي عند الشخص متخزنة في حتة معينة مش عايزة تنزل. طيب انت بتنام كويس؟ لا. بتشرب مية؟ لا. طيب انت مشدود طول الوقت؟ بس ده يا دكتور ملوش علاقة خالص بالدايت. لا طبعا، انت جسمك كله ليه علاقة ببعض، فما ينفعش ان انا تبقى عندي مشكلة في الهرمونات بتاعتي واقول ان هي ملهاش علاقة بان انا هخس او لا. طيب من ضمن الاعراض كمان انه لما هرمون الكورتيزول او التوتر ده بيرتفع مع الاسف مع الوقت، وده اللي اكتشفته معظم الابحاث الجديده، انه من اسباب انتشار الامراض المناعيه عند كتير من الناس في السن الصغير والسن الكبير وفي كل الاعمار، ولاد وبنات بالاخص عند السيدات، بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول. التوتر، انا متوتر طول الوقت، انا طول الوقت مضغوط، انا طول الوقت عايز كل حاجه تمشي بدماغي وبطريقتي وبتصرفاتي، مضغوط من الشغل ومن البيت ومن تصرفات فلان، وبفكر طول الوقت في ردود فعل الناس. كل ده بيأثر على حياتي، بيأثر على ضغطي، السكر، الكوليسترول، كل حاجة. الناس بتجيلي بنعمل الدايت بلان، بنحاول ناخد الفيتامينات بتاعتنا. مشكلة كمان وجود ارتفاع الكورتيزول انه ساعات بيبقى ليها علاقة ان مثلا فيتامين دي مش مظبوط، فبنلاقي انه الناس بتمشي على الدايت، نيجي نقول لهم طب اعملوا تحاليل، طب تعالى ناخد مالتي فيتامين، طب لازم تهدى شوية، طب لازم تنام ونديك حاجات عامل مساعد عشان تعرف تنام. بنلاقي ان الناس بترفض كل الحاجات دي ويلجأوا للأدوية. طبعا الأدوية ده بتعالج الأعراض، بس أنا عايز أعالج الأساس بتاعي. أساسي هرمون الكورتيزول، هو هرمون مهم جدا للجسم، بيساعد على التخلص من الالتهابات، بيوطي سكر الدم، بيديني الحافز ان انا اعرف يبقى ليا رد فعل لما اواجه حاجه، لما اواجه خطر من برايا. بس المشكله انه لو انا الهرمون ده فضل مرتفع لفترة طويلة بيأثر على الجسم كله، بيأثر على خلايا الجسم كله، بيبتدي الجسم كمان يعمل ايه؟ مش بس يهاجم اللي قدامه، ده بيهاجم كمان ايه؟ الأمراض اللي جاية للجسم نفسها. فعشان كده أرجوك، لو انت طول الوقت متوتر، لو انت متوتر من شغلك، من البيت، من الظروف، من الناس، لازم تعالج المشكلة دي. المشكلة دي مهم جدا ان احنا نعالجها، لان ده بيأثر على كل حاجة تانية. فزي ما قلنا الأعراض بتاعتها تلاقي دهون متخزنة على البطن وانت عمال تعمل في دايت بلان وتقلل في السكريات وتظبط أكلك، بس انت دهون متخزنة. قلة النوم، أنا مش بعرف أنام، أو بنام وأصحى تعبان جدا، أو بروح الجيم وعضلاتي مش بتقوى. كل ده إيه؟ الجسم عمال يهاجم نفسه. طيب هل عندنا حلول؟ طبعا لازم تعالج المشكلة دي بأي شكل. ممكن تروح لحد متخصص يساعد معاك ان هو تتكلم معاه، تشوف المشاكل دي، تشوف ازاي ان انت تعالجها. في دلوقتي بقت مكملات غذائية او حاجات تدي هدوء وتخليك ان انت اهدى شوية. في اعشاب طبعا ممكن ناخدها. طبعا لو انت بتتعالج من الامراض المناعية كمل في العلاج بتاعك، بس انت لازم تساعد معاه. يعني ما ينفعش يبقى انا عندي مشكلة روماتويد او عندي مشاكل صحيه او عندي سكر من النوع الاول او عندي سكر او عندي كوليسترول وافضل مكمل على نفس اللايف ستايل بتاعي. لازم اعدله يا جماعه. ما ينفعش يبقى كل اعتمادي على الادويه دي حاجات كيماويه بتدخل جوه الجسم، اوكي، هناخدها ونكمل عليها عشان عامل مساعد، بس لازم انت تعدل في الحياه بتاعتك. لو انا باكل كمان سكريات كتير، الانسولين عمال يعلى وبعدين يقوم نازل وبعدين يعلى، يعني كل الحاجات دي انت عمال تستهلك هرمونات الجسم عشان تهدي من التفاعلات اللي انت مدخلها. فلازم تبتدي تهدي الاكل بتاعك. يبقى انا محتاج امشي بنظام غذائي كويس، بنظام اسمه مضاد للالتهابات، بركز فيه على نسبة البروتين والدهون الصحية والخضار، بقلل فيه السكريات، ممكن اخد نسبة بقوليات او كومبلكس كارب اللي هي النشويات المعقدة. محتاجة اشرب مية بطريقة كويسة، محتاج يبقى ليا وقت اهدى فيه. ما ينفعش طول الاسبوع اكون بشتغل، لازم يكون ليا وقت بهدى فيه. الجزء الروحي في حياتنا مهم جدا، سواء انت مسيحي مسلم، احنا كلنا لينا علاقة بربنا. لو انا طول الوقت متوتر، طول الوقت شايل هم كل حاجة، اوكي، انا جسمي زي ما قلنا متصل ببعض، هبقى طول الوقت انا مشدود.
انا ما فيش حد كبير انا بسلمه امور حياتي، فانا محتاج ان وانا الدنيا دي متبهدله عندي لازم اسلم ربنا حياتي، لازم اقول له رب دي حياتي اهي، استلمها، ساعدني في المشاكل دي. ارجوكوا يا جماعه الحاجات دي مهمه قوي. ابتدي اكتب المشاكل اللي بتقابلها وشوف ازاي ممكن تحلها، ازاي ممكن تواجه المشاكل دي. الهرمون ده خطر جدا، ارتفاعه خطر جدا. كل الابحاث وكل الدراسات الجديده بتاكد ان اسباب الالتهابات اللي موجوده في الجسم، اسباب ارتفاع الضغط، من اسباب ساعه ارتفاع السكر. لو انا ماشي بنظام دايت كويس ومحافظ على اكلي، لو في سكر او كوليسترول او حاجات زي كده، من الاسباب بتاعته ارتفاع هرمون الكورتيزول، لانه هو هرمون عايز يدافع عنك، بس مع ارتفاعه المستمر هيتقلب ضدك. فمن فضلك صحتك مهمة زي ما بنقول في كل فيديو، راعي الحتة دي. ابتدي ظبط نومك، ابتدي راجع فيتاميناتك، تحاليلك، شوف المشاكل اللي عندك. لو في فيتامين دي بالذات، لو في مشكلة لازم تبتدي تاخد له العلاج بتاعه، عشان ده بيأثر على كل حاجة، عضلاتك، جسمك، كل حاجة. ابتدي خد له علاج. التوتر اللي عندك لازم يهدى، لازم تاخد وقت كويس، لازم يبقى ليك كواليتي تايم بتاعك، لازم تخرج تتمشى، مش لازم تعمل حاجات عنيفة قوي. ابتدي عدل نظام يومك، لان زي ما قلت لك جسمك كله حاجة واحدة. يعني ما ينفعش اقول انا بعمل لك دايت بلان وانت طول النهار متوتر، ما ينفعش نعمل دايت بلان عشان نخس وانت ما بتنامش، ما ينفعش اعمل لك دايت بلان عشان تخس وانت في حاجة تانية مش متظبطة. عشان كده أي حد بيجيلي أنا بقعد معاه وقت طويل عشان نظبط الدنيا مع بعض، فيتاميناتك، نومك، ميتك، حياتك، توتر. مرة بتكلم مع حد بقول له أنا حساكي البنات أغلبهم يعني في موضوع التوتر ده هو اللي عادي، حساكي متوترة شوية. لا أنا مش متوترة، أنا كويسة جدا، بس أنا ما بنزلش في الوزن. ما أنتي متوترة، أنتي مشدودة عشان مش بتنزلي. فلازم يا جماعة نبقى ريلاكس، عشان ده حاجة فاكت، حاجة علمية بتقول إنه ارتفاعه المستمر، لو أنا باخد كل حاجة على أعصابي ارتفاعها المستمر هيأثر على بقية حياتي. فمن فضلك راعي نفسك، أنت أمانة. حافظ على نفسك، ضغطك، سكرك، كوليسترولك، حياتك، الأنيميا اللي عندك لو عندك أنيميا، لو في حاجة واقعة عندك، أرجوك راعي الحتة دي. ميرسي ليكوا خالص. لو عندك أي سؤال عامة كده ابعتلي وانا هجاوبك. لو عايز المتابعة ابعتلي وانا هبعتلك الباكج من شهر السنة شاملة، كمان لو في باكج ليك انت وحد من اصحابك، بساعدك ان انت تمشي الخطوات صح. انا مش بس بعدلك اكلك، انا بعدلك اللايف ستايل بتاعك، بنمشي الخطوات مع بعض، بنشوف التمارين اللي ممكن تدخلها واحدة واحدة لو ينفع، بنعدل حاجة. فاتشجع، خد خطوة. عارف انت تعمل ده اعمله، مش عارف روح لحد يساعد معاك. بلاش ارجوكوا نهبط في موضوع الصحة وموضوع جسمنا وموضوع الاكل. بلاش تستسهل وتقول انا هشيل كل حاجة، انا هقلل، انا شاطر، او اروح اخد الحقن مع نفسي. من فضلك بلاش. بنسمع عن مشاكل كتير في موضوع الحقن. امشي صح هتوصل للهدف بتاعك. ميرسي ليكوا.